الله النهارده اخر درس او اخر جزء عندنا في منهج تاني اعدادي ترم تاني 2026. الدرس ده اسمه الاحتمال وتوقع الاحداث المستقبليه. طيب الدرس ده هو اخدنا السنه اللي فاتت قريب منه، بس ده تحسه ايه فيه كلام بالعربي اكتر من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت يقول لك احتمال زور لون احمر، لون اخضر، احتمال زور صوره، كتابه، عدد زوجي، عدد فردي، الكلام بتاع السنه اولى اعدادي. النهارده ان شاء الله الكلام ده على كبير شويه، ولكن كلام سهل خالص ما فيهوش مشكله. الحصه دي بالظبط مش تاخد معانا من حوالي من 20 ل 25 دقيقه، يعني مش هتاخد معايا وقت خالص، وننهي المنهج بتاعنا ونبدا ان شاء الله من الحصه الجايه هنبدا مراجعات. ما اطولش عليك. اول حاجه بيتكلم فيها مستر بيقول لي يعني ايه احتمال نظري؟ الاحتمال النظري يقوم على مبدا تكافؤ الفرص، يقوم على مبدا تكافؤ الفرص او تساوي الامكانيات، ويساوي ايه هو قانونه بقى؟ ايه هو قانونه؟ يساوي عدد نواتج الحدث والعدد الكلي للنواتج. بمعنى ايه؟ لما اجي اقول احتمال وقوع اي حدث، لما كنا بنيجي في اولى اعداد واقول لك احتمال ظهور عدد زوجي، كنت بتقول لي يا مستر الاعداد الزوجيه بنقسمها على العدد الكلي اللي هو بتاع فضاء العينه. لو انا برمي حجر النرد كنت بقول له الاعداد الزوجيه 3 وحجر النرد 6، يبقى 3 على 6، صح ولا غلط؟ فلما نيجي يبقى احتمال وقوع الحدث معناها عدد نواتج الحدث، اللي هي لو انا بتكلم على عدد زوجي يبقى عدد نواتج الحدث 3 على العدد الكلي للنواتج اللي هو بنقول عليه فضاء العينه اللي هو الايه الستة. طيب يبقى ده اول قانون عندنا، وهو ده القانون اللي احنا هنشتغل بيه الدرس ده. طيب بيقول لي يا مستر يرمز لاحتمال وقوع الحدث A بالرمز BA، حيث كلمه B هي رمز كلمه احتمال، لان احتمال معناه probability. What's the meaning of the probability؟ probability يا مستر يعني احتمال، فلذلك بنقول B هي احتمال الايه، بي اي يعني احتمال الايه. خلاص عرفنا يعني ايه بي. البي ده رمز الاحتمال باللغه الانجليزيه. المهم ندخل على السؤال الاول. بيقول لي عند اخذ عينه مكونه من 20 طالب من بين 600 طالب. يبقى يا مستر انا عندي لو ركزنا كده مع بعض، انا عندي يا مستر المدرسه بتاعتنا، نركز لو سمحتي. المدرسه بتاعتنا فيها كم طالب؟ المدرسه بتاعتنا فيها 600 طالب. حلو. انا هاخد منهم عينه، فاكيد العينه هي جزء من مجتمع المدرسه، جزء من المدرسه. العينه اللي انا هسحبها 20 طالب. قال لي كويس. فلما سالتهم مين يا ابني بيحب الرياضيات؟ 5. مين يا ابني بيحب اللغه العربيه؟ 8. مين بيحب العلوم؟ مين بيحب الدراسات الاجتماعيه؟ قلت له كويس. ولو جيت تجمعهم هتلاقيهم اللي هم ال 20 طالب العينه بتاعتنا. قال لي كويس. وسؤالهم عن الماده المفضله لديهم كانت الاجابه كما بالجدول. الماده المفضله لديهم، فسالناهم كده. طبعا انا نسيت اكتب الاسئله اساسا، نقلت السؤال من غير ما اكتب هو طالب ايه منه. تاني يلا. مثال واحد، عند اخذ عينه مكونه من 20 طالب من بين 600 طالب. انا عندي المدرسه بتاعتي وليكن فيها 600 طالب، انا خدت عينه، العينه دي 20 طالب. فلما جيت سالته يا ابني مين بيحب الرياضه؟ وقف 5. مين بيحب اللغه العربيه؟ 8. مين بيحب العلوم؟ 4. مين بيحب الدراسات؟ 3. ولو جمعت دول كلهم هيدوك ال 20 طالب. قال لي اوجد احتمال. بيقول لي ايه؟ اذا اختير طالب عشوائي فما احتمال ان يكون الطالب من مفضلي ماده الرياضيات؟ قلت له بالراحه خالص، هما الرياضيات كم واحد؟ طيب هما العينه كانت كم طالب؟ يبقى نقسم 5 على ال 20 و1 على ال4، يبقى ربع الطلبه، ربع ايه؟
بيحبوا الرياضه. يجي يسالني سؤال تحتيه: ما العدد المتوقع للطلاب الذين يفضلون ماده الرياضه؟ فاقول له انا عارف ان ربع الطلبه بيحبوا الرياضيات، فربع الطلبه لا. يا مستر اهدى بقى عليا. هو وضح لي بقى الدنيا من الاول. هو امتى ابدا اشتغل على دي وامتى اشتغل على دي؟ لو سالني على احتمال، بص الكلام واضح ازاي. لو سالني على احتمال يبقى انا بشتغل على عينه. سالني على العدد المتوقع يبقى انا بشتغل على العدد الكلي. باخد الاحتمال اللي طلع ونضربه في العدد الكلي اللي هم 600 طالب، يبقى هيدي 150 طالب. يبقى يا مستر اللي بيحب مادة الرياضيات 150 طالب، ده المتوقع يعني. ندخل على السؤال اللي بعده: ما العدد المتوقع؟ يبقى دلوقتي ركز. الذين يفضلون مادة الدراسات الأول، لو انا عارف الاحتمال زي اللي فوق فاشتغل على العدد الكلي مباشرة. طب انا اساسا ما اعرفش الاحتمال كام، فاروح اقول له هو بتوع الدراسات كانوا 3، فهقول له يا مستر بتوع الدراسات كانوا 3 على ال 20 في 3 على ال 20 هو الاحتمال، فانا بضرب الاحتمال في العدد الكلي عشان يطلع لي العدد ايه؟ المتوقع. يبقى العدد الكلي 600. يلا نضرب كده بالآلة الحاسبة يطلع كام؟ 90 طالب. كويس جدا، ده السؤال رقم 3. ندخل على السؤال رقم 4: ما العدد المتوقع للطلاب الذين يفضلون مادة العلوم؟ العلوم يا مستر كانوا 4 طلاب، فهقول له 4 على ال 20. ده كده لو قال الاحتمال يبقى انا خلصت. 4 على 20 بخمس، ده لو الاحتمال. لكن هو عايز عدد متوقع يبقى نضرب في العدد الكلي، يبقى كام؟ 120 طالب. واضح؟ في مشكلة هنا؟ امتى اقول 4 على 20 واسكت، وامتى اقول 4 على 20 في 200 في 600؟ اقول 4 على 20 واسكت لو قال لي احتمال يفضلون مادة العلوم، يبقى 4 على 20 واسكت، اختصرها عادي ما عنديش مشكلة. امتى بقى 4 على 20 تتضرب في ال 600؟ لو هو قال لي في المسألة، نركز، لو هو قال لي في المسألة يا مستر ما العدد المتوقع؟ خلاص؟ كلام واضح ولا في مشكلة؟ ينتج مصنع للأجهزة الكهربائية نوعين من التلفزيون، ينتج نوعين لإجراء دراسة لتعديل كمية الإنتاج وفقا لمتطلبات السوق، فتم اختيار عينة عشوائية من بين عشوائيا من مبيعات 5 منافذ بيع للمصنع. يعني دلوقتي المصنع بتاعنا اللي بينتج التلفزيون ده ليه كذا منفذ للبيع، يعني كذا محل بيبيع المنتج ده، فخدنا 5 منافذ. قلنا له ماشي، المنفذ الاول وده الثاني وده الثالث وده الرابع وده الخامس، المهم حجم كل منهما 40 تلفزيون. يعني خدنا. فلما جيت سالته بقول له يا صاحب المنفذ الاولاني او الراجل اللي بيبيع، بقول له هو انت بعت من النوع الاول كام؟ قال لي بعت 15، ومن النوع الثاني فعلا ما هو قال لك كل منفذ بيبيع 40، فعلا هم دول 40. ولما سالت ده انت بعت كام؟ ولما رحت المنفذ الثالث يا ابني انت بعت كام؟ ولما رحت المنفذ الرابع يا ابني انت بعت كام؟ ولما رحت المنفذ الخامس يا ابني انت بعت كام؟ فاهمين حاجه؟ طيب، فجاء بيقول لي اي النوعين الاكثر طلبا وبما تنصح المصنع؟ قلت له لا استنى، ما انا عشان اعرف المبيعات، يعني عشان اعرف مين بيبيع اكتر، فهمسك المبيعات بتاع النوع الاول نجمعها والمبيعات بتاع النوع الثاني ونجمعها، وساعتها اقدر اقول لك مين بيبيع اكتر. فلما نجمع دول يا مستر هيدينا كام؟ اجمعوا كده بالآلة الحاسبة. 120 110 تمام، 110 جهاز او 110 تلفزيون، ودول كام؟ 90 جهاز او 90 تلفزيون. نلاحظ ان اي النوع الاكثر طلبا؟ النوع الاول هو الاكثر طلبا. قال لي طيب تعالى نكمل. وبما تنصح المصنع؟ انا اقول له ايه؟ هقول له والله لو انا عايز اصنع هدي له نصيحه، هقول له زود انتاج المصنع الاول بما ان هو بيبيع كتير، وحاول ان انت تحسن الجوده بتاع المصنع بتاع النوع الثاني عشان تحاول ان انت تبيع برضه كتير. يبقى هنا براحتك، دي المعلومه دي انت تقولها بمزاجك، يعني انت شايفه ايه النصيحه بتاعتك؟
اللي هو هنا كده زيادة النوع الأول وتحسين جودة النوع الثاني. طيب إذا كان الإنتاج الكلي لهذا المصنع يا ملك 2000 جهاز تلفزيون، المصنع كله بينتج كم جهاز؟ 2000. فما العدد المتوقع الذي تتوقع إنتاجه من النوع الأول وفقا للدراسة دي؟ قال لي يا مستر هو النوع الأول، نركز مع بعض، إيه؟ هو أنا اسمع بقى معايا بهدوء خالص، بنتج كم جهاز او العينه، مش هو قال لي واحنا خدنا عينه، مين هي العينه اللي احنا بعناها؟ يبقى بالنسبه لنا ال 110 زائد ال 90 200 هم دول كانوا العينه يا مستر. والله ايوه، مش انا بحت، مش انا دلوقتي لما قال لي هتبيع في كل واحد هتبيع 40، يبقى العينه بتاعتي 40 و40 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 يبقى 200، يبقى العينه بتاعتي 200 ايه؟ 200 تلفزيون انا عايز اعمل عليهم التجربه، لان انا عندي في الاصل كل التوتال كام؟ 2000. صح ولا غلط؟ قلت له حلو. هو بيقول لي فما العدد المتوقع؟ كلمه عدد ان انا هجيب الاحتمال والناتج لازم نضربه في مين؟ في ال2000. صح؟ مش انا بضرب في العدد الكلي يا مريم؟ طيب العدد المتوقع لانتاج من النوع ايه؟ طب هو النوع الاول كام يا مستر؟ يبقى 110 على العينه اللي هي كام؟ 200 في العدد الكلي اللي هو كام؟ 2000. يبقى بالاله الحاسبه كده، يلا نضرب بالاله الحاسبه 1100 جهاز، ما هو العدد المتوقع من النوع الاول. كده اظن كده الموضوع واضح. في مشكله؟ يبقى بيسالني على عدد، ادور على العينه كلها، والحاجه اللي انت عايزها بقى، ما العينه دي كتيره، انت عايز ايه منها؟ عايز النوع الاول يبقى اسم النوع الاول على العينه، عايز النوع الثاني يبقى اسم النوع الثاني على العينه، عايز بتاع الرياضه اسم الرياضه على العينه، عايز علوم اسم العلوم على العينه، كل ده بيديك احتمال. عايز عدد يبقى نضرب في التوتال بقى العدد الكلي. كده وضحت؟ عينة عشوائية تتكون من 50 تلميذ في إحدى المدارس شملهم استطلاع للرأي عن الرياضات المفضلة لديهم، وجد أن 35 منهم يفضلون كرة القدم. يبقى كم واحد بيفضل كرة القدم؟ نركز بقى عشان المسألة دي فيها حوار شوية. كرة القدم. و20 يفضلون السباحة. يبقى مين بيفضل السباحة؟ يبقى 20 يفضلون السباحة. و15 تلميذ يفضلون كرة القدم والسباحة. يبقى 15 يفضلون القدم والسباحة. حلو. فإذا اختير تلميذ عشوائي، احسب احتمال بهدوء خالص بقى، عايزكم تركزوا. هو العينة كم تلميذ؟ حلو كويس، 50 تلميذ. في كم واحد مشترك بيحب هنا وهنا؟ طب لو عملتها بشكل فين؟ وسميت دي قدم وسميت دي سباحة، المشترك هنا كام؟ طيب اللي في القدم كان كام؟ 15 هنا، يبقى هنا كام؟ عشان لو جمعت الاثنين دول ادينا 35. يبقى انا اقدر اقول ال20 قدم فقط، لكن ال35 دول قدم وكمان فيهم مشترك، فيهم بيحب القدم والسباحه. يعني لما اجي اقول لك مين يا ابني بيحب كرة القدم؟ لقيت 35 واحد وقف، قلت له طب مين يا ابني بيحب كرة القدم بس؟ راحوا 15 قاعدين، قلت له ما قعدتوا ليه؟ قال لي يا مستر انت قلت بس، واحنا مش بنحب حاجه واحده، احنا بنحب السباحه وكرة. فاللي فضلوا واقفين 20، يبقى اللي بيحب القدم بس 20. قلت له طب يا ابني اللي بيحب السباحه يقوم يقف، قام 20 واحد وقفوا. قلت له طب اللي بيحب السباحه بس، راحوا 15 قاعدين، قال له عشان انا بنحب القدم،
يبقى اللي لقيته بيحب يبقى الخمسه سباحه فقط. يبقى هنا كده ركز كده، ال20 قدم بس، الخمسه سباحه بس. قدم وما قلتش جنبيها بس ولا فقط، قلت قدم يبقى 35، قلت سباحه يبقى 20. قال لي يا مستر طب هي المدرسه اللي اسمها ايه؟ هي العينه كانت كام طالب؟ هي 40 ولا كام؟ لا ادي 20 وادي 15 وادي 5، يبقى دول كام؟ في 10 ما لهمش في حاجه، مش انا خدت عينه. تعالي انت بتحب كره القدم ولا السباحه؟ ما بحبش ده ولا ده يا مستر. خلاص براحتك، اركن انت على جنب، ايه اركن على جنب، اركن، فاهمه؟ انا مالي، ما دي من ضمن العينه، ما مش معنى ما مش كلمه عينه يعني لازم اختار كله بيلعب سباحه او كره قدم. امال اسمها عينه ازاي؟ امال اسمها عينه عشوائيه ازاي؟ صح؟ طيب تعال نكمل بقى. انتوا فهمتوا انا قصدي ايه في المساله؟ فهمتوا يعني ايه فقط؟ ايه حدث التلميذ المختار يفضل احدى الرياضتين على الاقل. يا بنت انتوا هي اللي جايب على الاقل خالص 15 يقوم يقف. قالت لي يا مستر على الاقل 15، طب انا جايبه 16. يا بنتي بقول لك على الاقل، اقل حاجه 15، يعني اللي جايب 15 16 15 بقى وطالع يقف اقل حاجه 15، يعني ما فيش حد يقف لي. يبقى كلمه على الاقل معناها بص، على الاقل وعلى الاكثر معناهم عكس نطقهم. يعني انا بقول على الاقل يبقى من هنا وفوق، على الاكثر من هنا وتحت، عشان بس نبقى الدنيا واضحه. فلما اجي اقول التلميذ المختار يفضل احدى الرياضتين على الاقل، يعني يا مستر اللي بيحب رياضه واحده او اللي بيحب اتنين. صح ولا غلط؟ طيب اللي بيحب الرياضه واحده كام؟ 20، واللي بيحب اتنين كام؟ 15. يبقى اللي بيحب رياضه واحده، مش هو بيقول لي حدث التلميذ المختار يفضل احدى الرياضتين على الاقل. يعني لو جيت قلت دول بيحبوا رياضه واحده ودول بيحبوا رياضه واحده ودول ال 15 بيحبوا الاثنين، يبقى كلهم كام؟ 40. مش ده بيحب رياضه وده بيحب رياضه وده بيحب اثنين، مش هو قال لي على الاقل يكون بيحب رياضه؟ طب اللي بيحب اثنين ناخده معانا برضه، يبقى كام دول؟ على العدد الكل كام؟ الصفر مع الصفر، يبقى الاجابه 4 على 5. مين هي ال 50؟ العينه. يبقى الاجابه بتاعتي 4 على 40 على 50، يبقى الاجابه 4 على الخمس. طيب ندخل على السؤال الثاني. حدث ايه؟ امال قصده ايه؟ التلميذ المختار يفضل احدى الرياضتين على الاقل. احدى الرياضتين على الاقل. وعامله ايه؟ عامله 35 ناقص 15. لا مش هتنفع. اول واحد قايلها تحت يا بنتي اهو. اولا الاحتمال ايه؟ طب اكمل؟ بي التلميذ المختار يفضل احدى الرياضتين فقط. اللي فقط يبقى 20 وكام؟ يبقى 25. احدى الرياضتين بس يبقى 25 على كام؟ يبقى نص. طيب سي حدث، يبقى دي كده A ودي كده، دي كده بي A ودي كده بي بي. نجيب بقى البي سي. حدث التلميذ المختار لا يفضل اي من الرياضتين، ما بيحبش حاجه، اللي هي 10 على 50 اللي هي تطلع بخمس. طيب ندخل على اللي بعده. ثانيا اذا كان العدد الكلي للمدرسه 800، طالما ذكر لي عدد كلي يبقى اكيد محتاج مننا عدد على فكره.
ما العدد المتوقع للتلاميذ الذين يفضلون رياضة السباحة بس؟ السباحة بس يبقى 5. دلوقتي أنا بحل السؤال الأول ده، يبقى 5 على في العدد الكل كام؟ يلا بالآلة الحاسبة. كام؟ 80. ما تتكلميش بقى لحد ما نخلص الحصة بتاع النهارده. انت جاي تتعبينا النهارده. انت وقعتك منية. كام يا بنات؟ 80. 80 طالب. 2 يا بتألف. ما العدد المتوقع للتلاميذ الذين يفضلون رياضة واحدة على الأكثر؟ على الأكثر يعني بص، اللي بيحب اللي بيفضل رياضة واللي ما بيفضلش. يعني 25. اللي بيفضل رياضة ده واللي بيفضل رياضة واحدة ده يبقى 25، واللي ما بيفضلش اهو يبقى كام؟ 35. على كام؟ على 50. في كام؟ يلا بالآلة الحاسبة. 560 طن. انت بتضرب بالآلة الحاسبة؟ 560 صح. فهمنا المسألة؟ مش فاهمة ايه؟ آخر واحدة؟ ما انا بقول لك اهو، باجي اقول لك ايه؟ بص يا بنات، احنا ان شاء الله رب العالمين احنا هنطلع دلوقتي هنلعب لعبة، بس بشرط ان يكون يعني على الاكثر طولك 150. على الاكتر حاجة طولك كام؟ يعني تحتيها، ايوه تحت ال 150 صح؟ كلمة ايه؟ على الاكثر يكون الطول 150 يا مستر. طب لو اقل حلو، طب لو اكتر من كده ما ينفع. انا بقول لك اكتر، على الاكتر معناها بالبلدي كده اكتر حاجه 150، يبقى انا محتاج 150 او تحت. فلما اجي اقول لك على الاكثر من اهو العدد المتوقع للتلاميذ الذين يفضلون رياضه واحده على الاكثر من كره القدم والسباحه. طب هو ليه جبنا اللي ما بيفضلوش؟ تقولي ايه؟ ليه جبنا اللي هم ما بيفضلوش؟ ما بقول لك على الاكثر، يعني انا محتاج اللي بيفضل رياضه واحده او اللي ما بيفضلش خالص. عينه تتكون من 80 جهاز لاحد المتاجر الكبرى موزعين حسب نوع الجهاز. عندنا كمبيوتر وعندنا موبايل هاتف محمول. وسبب الشراء لا اما هنشتريه علشان الدراسه او هنشتريه عشان نشتغل بيه اللي هو العمل. طيب بص معايا، هو قال لي مشتري كام جهاز؟ 80. المجموع هنا كام؟ يبقى هنا كام؟ 30. عشان يدينا كلنا كام؟ 80. صح؟ صح كده؟ فهمت انا عملت ايه؟ هو 50 هاتف محمول هنزود عن 50. والكمبيوتر 30 علشان يدينا ال 80 اللي هي العينه بتاع 80 جهاز. طيب جه قال لي ايه؟ قال لي يا مستر هو الكمبيوتر 5 عشان تدينا 30 يبقى هنا كام؟ 25. طيب لو جمعت اللي انا هستخدمه في الدراسه يبقى 45 جهاز، واللي انا هستخدمه في العمل يبقى 35 جهاز، وفعلا لو جمعتهم يدي 80. في مشكله كده؟ دي 45 ازاي؟ جمعت دول 40 و5، ودي 35 ازاي؟ جمعت دول. طيب ايه الجهاز المختار؟ هو كمبيوتر. احتمال، يبقى طالما قال لي احتمال يبقى نقول له بي ايه. هي العينه كام؟ 80. طيب هو الكمبيوتر عددهم كام؟ 5 لا 30. لما اجي هو دلوقتي بيسالني على الجهاز المختار هو عدد الكمبيوتر صح؟ الكمبيوتر على الخط بتاعه كام؟ يبقى 30 على ال 80 يبقى 3 على ال 80. طيب السؤال الثاني، بي الجهاز المختار هو لغرض الدراسه. فين الدراسه؟ يبقى ناخد كلمه الدراسه وتحتيها يبقى يبقى هنا كده بي لغرض الدراسه يبقى 45 على 80. اكتب كده على الاقل 45 على 80. طيب يبقى كده خدنا رقم 1 ورقم 2. طيب بي سي. طيب سي الجهاز المختار هو كمبيوتر لغرض العمل. استنى كده، العمل اهو. مش ده العمل؟ طب اهدى عليا، مش ده العمل وده كمبيوتر؟
اتقابلوا فين؟ لو قال لي لغرض العمل وسكت يبقى ناخد ال 35 اللي هو المحمول والكمبيوتر. بس هو بيقول لي انا عايز كام كمبيوتر لغرض العمل؟ لغرض العمل اهو والكمبيوتر اهو اتقابلوا في النقطه دي يبقى 25. يبقى 25 على ال 80. اكتب كده على الاله الحاسبه 5. طيب رقم دي بي دي طبعا المقام 80. طيب الجهاز المختار هو جهاز كمبيوتر او جهاز لغرض الدراسه. استنى بقى، هو قال لي جهاز ايه؟ كمبيوتر. الكمبيوتر كام؟ او يعني ايه؟ زائد. اهدى عليا. او يعني ايه؟ او لغرض ايه؟ طب لغرض الدراسه كان كام؟ يبقى نجمع ال 30 وكام؟ انا جمعت 30 و40. ما عشان الخمسة دخلت في 30. ما هي دلوقتي الخمسه بتاع الكمبيوتر دي هتحسبيها من ضمن الدراسه ولا هتحسبيها من ضمن الكمبيوتر؟ انا حسبتها 5 و25 حسبتها من ضمن الكمبيوتر. فلما اجي احسب من ضمن الدراسه نحسب ايه؟ ال 40 بس. ما هو انا معايا 5 اجهزه كمبيوتر. فاهمين حاجه؟ انا معايا كام جهاز كمبيوتر؟ 5. معايا كام جهاز كمبيوتر؟ تاني، هو دلوقتي الجهاز المختار كمبيوتر او جهاز لغرض الدراسه. الكمبيوتر كام؟ كمبيوتر او كمبيوتر 30. طيب خلاص يا مستر، يبقى المفروض اي حاجه تخص الكمبيوتر ما اجمعهاش بقى. تعال نجمع بقى الدراسه. الدراسه كام؟ ما فيش غير 40 والخمسه خلاص ما الكمبيوتر خدها. فنقول 40 يدينا كام؟ يبقى هنا كده 70 على ال 80 يدينا 7 على ال 8. ثالثا، إذا كان العدد الكلي للأجهزة المبيعة في المتجر خلال شهر تساوي 4800 جهاز، فما العدد المتوقع لأجهزة الكمبيوتر الذي اختيرت لغرض العمل؟ العمل كمبيوتر، العمل كمبيوتر. تاني همسح دي كده اهو دي كمبيوتر صح؟ ودي العمل بيتقابلوا هنا كده. ده كان كام يا مستر؟ ده كان 25. يبقى هنا كده العدد الكلي للأجهزة المبيعة في المتجر ده كل الأجهزة اللي اتباع. طيب يا ترى بقى العدد المتوقع من الكمبيوترات اللي بنستخدمها في الشغل ايه؟ الكمبيوتر اللي بنستخدمه في العمل 25. يبقى نقول له 25 على العدد الكلي. وطالما سألني بقى ما العدد المتوقع يبقى نضرب في العدد ايه؟ 4800. يلا بالآلة الحاسبة. يبقى العدد المتوقع كام؟ 1500 ايه؟ هو بيتكلم كمبيوتر للعمل لغرض العمل. واضح؟ في تدريب احد فرق كرة السلة طلب المدرب من اللاعبين التصويب على اللوحة المقابلة. دي لوحة، قال لهم احنا عايزين ايه؟ نصوب عليها، نرمي عليها. فإذا أصاب كل اللاعبين اللوحة، كل اللاعبين صاب اللوحة، فما احتمال أن يصيب اللاعب الجزء المظلل؟ الجزء المظلل هنا عندنا مش واضحة بس أنا هوضح لك الجزء المظلل. الجزء المظلل اللي هو ده. الجزء المظلل اللي هو ده. هو ده الجزء المظلل اللي هو بيتكلم عليه. خلاص؟ طيب تعالوا كده معايا. احنا عندنا كام دايره؟ دايره صغيره اهي. خلينا نرسمها دايره فعلا. دايره صغيره اهي، ودايره كبيره. طيب يعني من الاخر انا لو مسحت دول كده، شايفين الحته البيضاء اللي ما بينهم؟ هو ده الجزء المظلل اللي هو بيتكلم عليه، عشان بس الدنيا ما توجعش عينينا. طيب الدايره الصغيره
الار يعني نص القطر بتاعها بكام؟ ب 6 سم. طب والدايره الكبيره الار بكام؟ ب 10 يا بت. ازاي دايره كبيره والار بتاعتها صغيره؟ ب 10 كلها. قال لي طيب فما احتمال ان يصيب اللاعب الجزء المظلل؟ فاحنا نروح نجيب دلوقتي يا مستر مساحه الايه؟ الدايره الصغيره ومساحه الدايره الكبيره ونطرحهم من بعض. يبقى نجيب مساحه الدائره الكبرى. هي المساحه قانونها ايه؟ ار تربيع باي. طيب الار تربيع يبقى 10 تربيع بكام؟ يبقى 100 باي. وطالما بيتكلم على مساحه يبقى سنتيمتر مربع. طيب ونروح نجيب تحتيها مساحه الدائره الصغرى. يبقى ار تربيع برضو باي. الار بكام؟ 6. يبقى 6 تربيع ب 36 باي. طيب نيجي هنا بقى نقول له اذا مساحه الجزء المظلل، مساحه الجزء المظلل، هنمسك المساحه بتاع الدايره الكبيره اللي هي 100 باي والمساحه بتاع الدايره الصغيره اللي هي 36 باي. فاقول له 100 باي ناقص ال 36 باي تديني كام؟ 64 باي اللي هي مساحه الجزء المظلل. حد عنده مشكله؟ يبقى انا دلوقتي لو سالني في هنا دلوقتي لو سالني على مساحه الدايره الكبيره اهي، مساحه الدايره الصغيره اهي، مساحه الجزء المظلل اهي من الاخر. تعال نكمل. فما احتمال ان يصيب اللاعب الجزء المظلل؟ الجزء المظلل ده كام؟ طيب وكله على بعضيه كام؟ الدايره الكبيره كلها بكام؟ ب 100 باي صح؟ يبقى نقسم يا مستر الجزء المظلل، فنقسم الجزء المظلل اللي هو 64 باي على الكل الدايره كلها الكبيره 100 باي، فدي هتروح مع دي يبقى 64 على 100. اكتب كده على الاقل 64 على 100 شوف هتطلع بكام؟ بسرعه يلا. 16 على 25. بس يبقى دي كده الاولى. تعال ندخل على السؤال الثاني. اذا صوب 250 لاعب في هذا التدريب فما العدد المتوقع من اللاعبين الذين يستطيعون اصابه الجزء المظلل؟ هم اللي بيصيبوا الجزء المظلل كام؟ 16 على كام؟ 25. طيب انا عايز عددهم. طب هو كم لاعب؟ يبقى 16 على 25 في عدد اللاعبين الكلي. يلا اقسموا 16 على 25 في 100. حلو. 160 لاعب. 160 ايه؟ يبقى دلوقتي مين هو ال 160 لاعب؟ اللي هو الذين يستطيعون اصابه الجزء المظلل هو 160 لاعب. واضحه؟ طيب عندنا اخر حاجه في المنهج بتاعنا بيقول لي يا مستر تذكر معايا مساحه المثلث نص القاعده اللي هي البي في الارتفاع اللي هي الاتش. يبقى نص البي في الاتش او نص طول القاعده في الارتفاع او نص في قاف في عين. كل ده صح اهي. طيب مساحه المربع طول الضلع في نفسه اللي هي طول الضلع اس في اس اللي هي اس تربيع، او ممكن نقول له يا مستر نص في دي تربيع. مين هي الدي يا مستر؟ اللي هي طول القطر. ده قانون تاني يخص المربع. مساحة المربع عندنا لو من خلال طول الضلع فنقول له طول الضلع تربيع، لو من خلال طول القطر فاقول له نص في طول القطر تربيع. مساحة المستطيل الطول في العرض اللي هي ال في الدبليو، ودي مهمة قوي. مجموع الاحتمالات لأي تجربة عشوائية بتساوي كام؟ بتساوي 1. يعني يا مستر حلو يعني ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لو جيت قلت لك انا عملت اختبار، بتقول لي يا مستر هو يعني ايه المعلومه الاخيره دي؟ قلت لها طيب انا عملت اختبار فبقول له والله الواد بيقول لي والله يا مستر ده انا احتمال ان انا انجح، احتمال نجاح الطالب ده. قال لي يا مستر ده انا احتمال 4 من 10. صراحة ده أنا ما كنتش مذاكر، احتمال أجيب 4 من 10. يبقى احتمال عدم النجاح 6 من 10. طيب فبنجمع الحاجة وليس الحاجة. يعني إيه نجاح ليس نجاح، صفر ليس صفر، كسب ليس لا غير كسبان أو ما كسبش، الحاجة وعكسها.
فاهم حاجه؟ طيب بتقول لي مش فاهمه. اقصد اقول نجاح يبقى ليس نجاح، مجموع النجاح وليس النجاح 4 من 10 و6 من 10 يدي واحد صحيح. دي معناها مجموع الاحتمالات لاي تجربه عشوائيه بواحد. يعني لما اجي اقول لك ايه احتمال ان انا اسافر بكره 9 على 10. طب احتمال عدم السفر 1 على 10. اجمعيهم اللي هي واحد صحيح. هي دي معنى المعلومه الاخيره. خلاص؟ وبكده نقدر نقول تم بحمد الله ايوه الانتهاء من منهج الصف الثاني الاعدادي. النهارده كام في الشهر؟ 27/4/2026. اشوفكم على خير. خلاص يا عم، يا عم خلاص. اشوفكم على خير ان شاء الله رب العالمين في اول حصه مراجعه الحصه الجايه. بالتوفيق ليكم في الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.